سلام يا تكتك سلام. رسالة للمغتربين. المغتربين 1000 مليون مرة وإحنا نعطيهم رسائل. هالمرة الرسالة هذه موجهة من حرمة، يعني أعطتكم رسالة. أنا بس أخليكم تسمعوا الرسالة وتعطوني رأيكم في التعليقات. والرسالة هذه موجهة للمغتربين، رجاء 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 اسمعوا الرسائل هذه واعملوا بها. مساء الخير، كيف حالكم؟ من أمس في قلبي كلمتين كذا اشتي أخرجهم. قلبي محروق بعد ما انتشر فيديو لمغتربين يمنيين في المملكة العربية السعودية. هم للأسف أنا ما شفتش الفيديو، بس سمعت الكلام وقرأت كثير إنهم كانوا يتحرشوا بسائح في المدينة المنورة كمان. مش بس هذا، كمان وصلني أخبار عن اعتقال مجموعة من المغتربين أيضا في جمهورية مصر العربية، عشان كان في حوزتهم مخدرات. قات. المخدرات هي قات. القات برا على البلد، برا على اليمن مخدرات. القات برا على البلد يوديك خلف الشمس. في هنا 2 يمنيين تقريبا في تركيا حكمت عليهم المحكمة بأكثر من 20 سنة. هم شباب صغار، يعني راح عمرهم في السجن في تركيا. يعني المحكمة، البلد اللي انت فيه بو خارج اليمن، عنده الحق يستبقيك ويضيع عمرك في السجن. يعني ما رحلوهمش، حبسوهم. هل كان القاتل يستحق 20 سنة من عمرك في زهرة شبابك تقضيها بالسجن وخارج بلدك كمان؟ نقطة ثانية، حاجة مهمة، يعني انت ليش تغترب؟ مش عشان اللقمة الكريمة لأهلك في اليمن، أو عشان تتعلم، أو عشان تطبطب، يعني تتعالج، أو خروجك من البلد في هذا الوضع هو فرصة عظيمة، ويعني أنت ذو حظ عظيم لأنك قدرت تخرج من هذا البلد في وضع الحرب. لا تضيع هذه الفرصة. برا على اليمن القانون قانون، ما فيش قات وما فيش رحمة لك، لأنك لو وقعت بتوقع ناس كثير ما لهمش ذنب وبتضرهم كمان. فوق هذا أول شيء بتضر أهلك، بتحرمهم من اللقمة الكريمة إذا انحبست ولا إذا رجعت وما عاد لقيتش فرصة تشتغل في البلد. بلد الناس لما يقول لك قانون قانون. ما تكونش سبب في خنق اليمني في الخارج وتشويه سمعته وضياع فرصته. يعني خاصة الناس اللي ماشيين بالقوانين، ملتزمين بالقواعد، مندمجين بالمجتمعات اللي عايشين فيها. ما اقتصرش على انه السعودية ولا امريكا، لا، السعودية ولا مصر ولا تركيا، كمان في امريكا وفي اوروبا. متى بنتعلم نحترم قوانين البلد اللي نعيش فيه؟ يعني احتراما لنفوسنا، احتراما لاسم اليمني برا. آخر شيء اشتي أقوله، يعني إذا أنت مش قادر تلتزم بهذه القوانين، مش قادر تلتزم بقواعد البلد اللي أنت تترزق فيه أو تتعلم فيه، امشي ارجع بلدك، خلي للناس حالهم، ارجع بلدك.